بنجيب قطعه من كتف البقره وبننزلها على المي البارده، وبس طلعت معنا زفره اللحمه بنسمي بالله وبننزل معلقه كبيره من الخل الابيض، وبعد دقيقتين بنجيب المصفايه وبنبدا نقيم الزفره الى على الوش، وبس من زفره اللحمه بنضيف المطيبات اللي انتم بتحبوها. طبعا انا رح اضيف بصله وورق غار وفلفل اسود حب وكزبره حب، وعندي هون هيل وقرنفل وعود من القرفه، بسمي بالله وبنزلهم فوق بعضهم هيك، وبنسمي بالله وبنضغطها لمده ساعه ونص. وبالنسبه للمطيبات بامكانكم اضافه اي مطيبات انتم بتحبوها، في ناس بيحبوا يضيفوا البندوره والجزر والفليفله. بالنسبه للحمه فانا استخدمت اللحمه من كتف البقره، اما بالنسبه لكم بامكانكم استخدام اي نوعيه لحم من البقر، او اذا حبيتوا بامكانكم استخدام اللحمه الضاني. بنجيب طنجره صغيره وبنحط كاسه من الكاتشب، بزيد عليهم معلقتين كبار من خل التفاح، ومعلقه كبيره من البابريكا المدخنه، ومعلقه كبيره من التوم بودره، وثلاث معالق كبار من السكر البني، ورشه دبس رمان مو مشان شي مشان صحتك يا غالي، وبضيف عليهم معلقه كبيره من العسل. وهلا بنحطها على نار هاديه وبنبلش نحرك وبنتركها شغله العشر دقائق، وبعد 10 دقائق لازم يتقل قوامه ويوصل لهذا القوام المناسب. وبس استوت عنا اللحمه بنسمي بالله وبنحطها بزبديه كبيره. اول شيء بنعمله بنملح مو مشان شي مشان صحتنا يا غالي، ولازم نفلفلها بالفلفل الاسود. وهيك اللحمه صار ما بدها سكينه ولا اي شيء، بايدك الكريمه يا غالي بتبدا تفرطها بهذا الشكل. شوفوا لي على هالطراوه، بسم الله ما شاء الله. وهلا بنجيب اكبر واحلى صاجه عنا، واول شيء بدنا نعمله بدنا ندعم حالنا بمعلقه سمنه كبيره، وهلا بنسمي بالله وبننزل لحماتنا على السمنه الحاميه وبنقليهم كثير منيح، وهي واللحمه عم تتقلى من سقسق ومن نغنغ من نفس مرقه اللحمه. شوفوا لي على هالمنظر، يا سلام يا سلام. وما بي علينا الا نحط له المكون السري اللي هو الورشسترشير صوص، وبنسمي بالله وبنكتر منه يا غوالي. وبعد ما بعدنا اللحمات وحطيناهم على الاطراف، هلا بالوسط بنحط لنا شويه بصل ترانشات، وبس تقلوا عنا البصلات بنضيف عليهم شويه صغيره من مرقه اللحمه مشان يتكرملوا. وبهي المرحله يا غالي صار الوقت مشان تدعم لي صحتك بقطعتين جبنه. وهلا صار وقت الهندسه يا غوالي، واول شيء بدنا نبلش فيه هن قطعتين من خبز التوست اللي محمصين بهذا الشكل. شوفوا لي على هالمنظر، بسم الله ما شاء الله. وهلا بنسمي بالله وبنحط شوي من صوص الخردل. العقل بيقول انه حطوا قطعتين مخلل، اما قلبي بيقول لي حط 4 حبات. وهلا بنسمي بالله وبناخذ لحماتنا الظراف وبنسمي بالله وبنحطهم على هالسندويشه بهذا الشكل، ورستق لي حالك بشويه بصل مكرمل. خطوه اختياريه لكن طعمتها خرافيه، اللي هي كم قطعه من الفليفله الحده. وهلا بنجيب صوص الباربيكيو اللي عملناه الخرافي، شوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله، وبنحطه بهذا الشكل. الله الله الله، مشان صحتكم ها بس بدي اورجيكم اياها من جوا. شوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله، وصلوا على النبي يا غوالي. وهلا صار الوقت مشان ندوق يا غوالي. قربوا لهون وشوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ هلا بنسمي بالله وبنمسكها بهذا الشكل. شوفوا قديش مغرقه بصوص الباربيكيو اللي عملناه. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوق بسم الله. صراحة من أطيب السندويشات اللي ممكن تجربوها، بس بدها زيادة باربيكيو بهذا الشكل. شوفوا الله 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 يا عيني، الباربيكيو عن جد طعمته جدا خرافية. بسم الله يا كريم. شو بدي أكثر من هيك؟ مسقسقة ومنغنغة وطعمتها توب التوب. بسم الله.